يا صباح الخير وصباحكم ومساكم ورد من نوير ممتاز المحبة. يلا نكمل سلسلة أرسم باختياركم. طبعا آخر اختيار كان على الأكريليك أكثر، في واحدة بس كانت أقلام خشبي بس مرة ثانية إن شاء الله. الأكثر أكريليك، فعشان كذا قلت برسم أكريليك. حضرنا هنا الأدوات، جهزت العربات حقتي قريبة يعني تكون مني عشان الأشياء اللي ناخذها، وحضرت الموية وفتحت السكتش. هذا هو السكتش، انتوا تختارون وانا ارسم، تختارون رصاص، فحم، باستل، بامباستل، اكريليك، جواش، بوستر، اي شيء تختارونه. وانا ممكن حتى كرافتس. اوكي. هنا ثبت الواشتيب. طبعا هذا الفيديو مرتين اسويه ويكون عليه حقوق طبعا. الأصوات ماخوذة، واحد من التيك توك والثاني الصوت كان من الكابكوت، بس برضو ما في عليه حقوق طبع، عشان كذا اضطريت اني اعيده المرة الثالثة التسجيل. هنا حضرت الدرجات اللونية اللي احتاجها من الأكريليك، واكتشفت اشياء عندي كنت ناسية عنها من زمان. اكتشفت ان عندي 2 أكريليك اسود من وينسر، وهذا قديم من ايام الجامعة. حضرت اللوحة، الرسم الصورة اللي ابغى ارسمها، وهذا مؤخر جفاف. وهذه اقول لكم على اداة العصر من شيء مرة حلوة. هنا الالوان الجاهزة. رحت سويت قهوة، شربتها، خلصت وجيت ارسم. بسم الله. طبعا اول يوم سويت الخلفية، وثاني يوم سويت القطرات. بدأت أدمج الدرجات. طبعا أنا لما أدمج أقرب الفرشة بعد ما أخلص من الدمج، أقرب فرشة من الصورة على الجوال إلين أقارب الدرجة زي كذا. طبعا برضو لما أدمج في الرسمة نفسها أستخدم فرش الماعز. هذه أستخدمها في الرسمة بالأويل الزيتي، كثير أستخدمها، مرة أحبها. أهم شيء الأكريليك إني على طول أخص. طبعا أنا ما من عشاق الأكريليك، بس شكلي على الورق أحبه لأني متعودة أرسم أكريليك على الكانفاس وهو يجف بسرعة، وأنا من الناس اللي تحب تدمج كثير. لكن هذه مرة شكلي حبيتها، بس يمكن برضو عشان رسمة سريعة صغيرة فخلصتها أنجزتها بسرعة، فألحق إني أدمج. هنا بدأت أسوي القطرات باللون البني الغامق، بعدين الأسود، بعدين درجات الأبيض الوردي والأبيض البرتقالي والأبيض الأزرق والأبيض. وهذه النتيجة. يلا اكتبوا لي في التعليقات ايش نرسم المرة القادمة، ايش الاشياء اللي نستخدمها. See you. ان شاء الله انها عجبتكم.